ازيكم يا شباب. النهارده ان شاء الله اول حلقه من المنهج. هنبدا ان شاء الله مع بعض في الكلمات الاول، وبعد كده هيبقى في الجرامر، هيبقى ده في حلقه وده في حلقه، والحل هيبقى في حلقه لوحده ان شاء الله. طيب يلا بينا نخش على الموضوع على طول. اول حاجه معانا هي administer اللي هي بيدير او ينظم. هي برضو هنا جايب معنى بيعطي دواء. اتفقنا؟ attention يعني اهتمام او انتباه. chaos فوضى، ممكن اقولها chaos. تمام. بتساويها have. تمام. او disorder. تمام. chest اللي هو الصدر. collapse انهار او انهيار او يتهاوى. consciousness اللي هو الوعي او الادراك. CPR اللي هو الانعاش القلبي الرئوي. cardiopulmonary resuscitation الانعاش القلبي. emergency اللي هي حالة طوارئ، وممكن تسويها urgent. grab شدة أو جذب أو يمسك بشدة. تمام. الماضي بتاعها grabbed. ماشي. heartbreaking مؤلم أو محزن. طيب يا شباب، لما بنشوف الاختصار ده اختصار لadjective. تمام، يعني صفة. طيب ولما بنشوف اختصار الان ده معناه noun. تمام. paramedic مسعف. pulse اللي هو النبض. تمام، النبض بتاع القلب مثلا. rewarding مرضي او مجزي. roller coaster طيب معناها تقلبات شديده، او القطر اللي بيبقى في الملاهي ده اللي هو بيلف شبه التعبان، ده اسمه roller coaster. بس shift اللي هي الورديه بتاعت الشغل يعني. victim ضحيه. alarm منبه او جهاز الانذار. anxiously بتوتر او بقلق. تمام، ده adverb يعني حال. ماشي. arise يبدا او ينشا، الماضي بتاعها arose. التصريف الثالث arisen، وده هنشرح التصريف الثالث ان شاء الله في المضارع التام. assist يساعد او يعين، اللي جاي منها assistant. تمام، اللي هو مساعد. beep يعني بيصفر او بيعمل صوت صغير. تمام، يعني صوت مش طويل، صوت قصير. buzz بيعمل ضجة. تمام. calmness الهدوء او السكينة. تمام، والصفة منها calm. ال دي صامتة. care رعاية او عناية او يرعى. نقول care of مثلا يعتني بيه. challenge تحدي او يتحدى. ماشي. chart جدول او كشف. colleague اللي هو زميل العمل. ممكن اقول بدلها برضو co-worker. تمام. complain يشكو. طب لو عايز اقول شكوى هحط هنا تي، هتبقى complaint. بقت شكوى. compression ضغط. تمام، سواء بتضغط ملف مثلا او هكذا. طيب contaminated ملوث او فاسد. confusion حيرة او ارتباك. disorder اضطراب او ارتباك، وقلنا برضو بمعناها فوضى. تمام. document يوثق او يسجل. وبرضو اللي هو document اللي هو المستند. elderly اللي هو كبير في السن، شخص كبير في السن يعني، او حاجه كبيره في السن.
emergency operator. emergency operator مشغل طوارئ، هي المفروض دي تبقى او، تمام، اوبريتور بتتكتب كده. تمام. ensure. ensure يضمن او يتاكد. exhausted. exhausted مرهق. fulfilled. fulfilled شاعر بالرضا او قانع. handle. handle مقبض او يتعامل مع حاجه. ماشي. heart attack. heart attack اللي هي ازمه قلبيه. life guard. life guard منقذ خصوصا في السباحه يعني. medication. medication ادويه، لو عايز اقول دواء بقول medicine او drug. mentally. mentally ذهنيا. patience. patience اللي هو الصبر، اللي جاي منها patient، تمام، اللي هو صبور او. pleasure. pleasure سعادة أو سرور، جاية من please اللي هو الرجاء. procedure. procedure اللي هو إجراء. progress. progress تقدم أو تحسن. ماشي. regain. regain يستعيد أو يسترد. relieve. relieve بيخفف الألم. review. review بيراجع أو مراجعة. rush يندفع أو يسرع. satisfaction. satisfaction الرضا أو القناعة. طيب جاي من يرضى أو يقنع اللي هو satisfy. surgery. surgery اللي هو الجراحة أو عملية جراحية. teamwork. teamwork العمل الجماعي. typical. typical مثالي أو نموذجي. weakness. weakness اللي هو ضعف، الصفة منها ضعيف weak. طيب witness. witness يشهد أو شاهد كنون أو كفيرب. rest. rest اللي هو معصم اليد، الدبليو طبعا هنا صامتة. طيب قلنا الحل هيبقى في حلقة لوحده إن شاء الله. ماشي يا شباب، بعد كده عندي ال definitions. طيب يلا بينا. administer اللي هو هنا جاي بمعنى يعطي دواء، قال لك to give medicine or treatment to someone، انك تدي الدواء او العلاج لشخص ما. attention اللي هو اهتمام او انتباه. care or notes given to someone or something، انك بتدي عناية او ملاحظة، تمام، لحد او لحاجة. buzz the sound of many people talking or machines working. طيب قال لك هو صوت ناس كتير بتتكلم يعني في نفس الوقت قصده، فعاملين ازعاج، او صوت آلات مثلا. طيب chaos اللي هو فوضى state of complete confusion and disorder، هي حالة، تمام، من التوتر وعدم عدم النظام والارتباك وهكذا. test the front part of the body between the neck and the stomach. قال لك هو الجزء الأمامي من جسمك ما بين رقبتك وما بين معدتك. collapse ينهار أو يتهوى. fall down suddenly usually because of illness or weakness، إن أنت تبقى إيه، بتقع مرة واحدة مثلا أو يسقط مرة واحدة بشكل مفاجئ، عادة بسبب المرض أو الضعف. consciousness اللي هو الوعي أو الإدراك. the state of being awake and aware of what is happening around you، إنك بتبقى واعي أو مدرك إيه الحاجة اللي بتحصل قدامك أو من حواليك يعني. CPR قال لك an emergency procedure that uses chest compressions to help someone whose heart has stopped، إنك بتضغط على الصدر حد يعني شوية عشان قلبه وقف، فأنت بتحاول تعمل له إنعاش يعني.
emergency a serious and unexpected situation that needs quick action. هو حالة أو حاجة بتحصل، موقف بيحصل بشكل مفاجئ محتاج تصرف سريع يعني، أو تصرف حقيقي في نفس الوقت. grab يمسك بشدة، قال لك take or hold something quickly and strongly، إنك بتمسك حاجة بسرعة وبقوة. heartbreaking very sad or upsetting، إنك حزين جدا أو محبط يعني. paramedics like medical professional who give emergency care and take people to hospital by ambulance. هم الناس اللي بيجوا يعملوا الاسعافات الاوليه مثلا، وبعد كده بينقلوا المصابين او المرضى للمستشفى. pulse اللي هو النبض، قال لك the regular beating of the heart that you can feel on your wrist or neck. طيب هو النبض بتاع قلبك اللي انت تقدر تحسه عن طريق المعصم بتاعك او عن طريق رقبتك. rewarding مرضي أو مؤذي given a feeling of satisfaction or pleasure because you helped someone or achieved something good، إنك بتحس بإنك راضي أو مؤذي إنك ساعدت حد أو عملت حاجة كويسة لحد. roller coaster اللي هو موقف مترجح أو تقلبات شديدة، قال لك situation or experience with many ups and downs often emotional. ups and downs يعني إخفاقات ونجاحات، اللي هو بالبلدي كده يوم ليك ويوم عليك. قال لك shift اللي هي وردية الشغل، قال لك a set period of time that a person works especially in hospital factories etc. طيب قال لك هو الوقت اللي بتاع شغل شخص ما وهو في الشغل يعني. victim اللي هي الضحية، قال لك a person who has been hurt, killed or affected by something bad like an accident or crime. هو الشخص اللي اتأثر أو اتأذى بسبب حادثة أو جريمة. طيب بعد كده يا شباب عندي حاجة اسمها verbal collections اللي هي متلازمات لفظية. administer medication بيعطي دواء. check pulse بيتحقق من ايه؟ من النبض. do او start او perform CPR انك بتعمل الانعاش للقلب الرئوي، يعني انت تقدر تختار 3 من دول وتحط واحدة من دول وتحط بعدها ايه؟ CPR. طيب document progress. document قلنا اللي هو يوثق او وثيقة. طيب progress اللي هو التقدم، فهو document progress على بعضها تبقى بيوثق التقدم. kick off the day. طيب kick off لوحدها يعني يبدأ، هي kick لوحدها يعني يركض، kick off على بعض يعني يبدأ. the day اللي هو اليوم يبقى يبدأ اليوم. kick off the day. take اللي هو بيأخذ، تمام. medication اللي هو الدواء. طيب على بعضها take medication بياخد الدواء، هنا هو الشخص بنفسه اللي بياخد الدواء محدش بيديهوله. بعد كده make a good nurse انك بتساهم في اعداد ايه؟ ممرضة كويسة. make a difference انك بتعمل فرق. reflect on the day. reflect يتأمل، حلو كده. on the day مش بيفكر في اليوم او في الحاجة اللي حصلت يعني. regain consciousness اللي هو بيسترد الوعي. review updates بيراجع وupdates ايه اللي هي المستجدات او التحديثات. ماشي review updates بيراجع المستجدات. طيب بعد كده بقى يا شباب انا عندي المترادفات اللي هي الحاجة وعكسها. حلو كده، يلا بينا. الحاجة بعد كده طيب يا شباب عندنا المترادفات اللي هي الكلمة واللي بيساويها. administer بتساويها give أو apply أو provide أو dispense. attention بتساويها focus أو concentration أو notes. chaos اللي هي فوضى بتساويها disorder أو confusion أو turmoil. collapse اللي هي انهار أو يتهاوى.
بتسويها fall down أو faint أو pass out. consciousness الوعي أو الإدراك بتسويها awareness أو alertness wakefulness responsiveness. emergency اللي هي حالة طوارئ بتسويها crisis ودي معناها أزمات. urgent situation أو catastrophe. تمام. grab يمسك بشدة أو يجذب بشدة بتسويها seize. snatch clutch. heartbreaking مؤلم أو محزن تمام بتسويها distressing tragic upsetting painful و painful معناها ألم شديد أو يؤلم بشدة. طيب. pulse اللي هو النبض زي heart beat beat rhythm ورhythm معناها إيقاع. طيب. rewarding هو مرضي أو مجزي بتسويها fulfilling satisfying worthwhile. shift بتسويها work period duty time rotation أو schedule. طيب دي بتنطق schedule مش schedule. تمام. victim اللي هي ضحية تسويها casualty أو prey و prey معناها فريسة. طيب يا شباب بعد كده عندنا المتضادات الحاجة وعكسها الأوبوزيت. attention مش عكسها distraction أو inattention أو disregard. ماشي. chaos فوضى عكسها order organization harmony يعني نظام أو انسجام. collapse ينهار أو يتهاوى عكسها raise. stand recover يعني بينهض أو بيتعافى أو بيقف على حيله. consciousness عكسها unconsciousness كوما وهنا كوما دي اللي هي معناها غيبوبة مش كوما اللي هي كوما. تمام. غيبوبة مش كوما اللي هي الفاصلة. insensibility. تمام. emergency عكسها routine normality calmness الوضع عادي يعني او الدنيا هاديه. تمام. grab ماشي اللي هو شد او جذب او بيمسك بشده عكسها release let go drop بيفلت او بيسقط. heartbreaking مؤلم او محزن عكسها uplifting ماشي heartwarming comforting مريح او صار. rewarding اللي هو مجزي او مرضي عكسها unrewarding ماشي disappoint يعني محبط او مخيب للامال fruitless. طيب يا شباب بعد كده بقى عندنا expressions and idiom مصطلحات وتعبيرات يعني. أول حاجة معانا feeling of satisfaction شعور بالرضا. aware of على علم ب. buzz with activity بيضج بالنشاط. critical condition موقف حرج. everything runs smoothly تسير الأمور على ما يرام يعني الدنيا كلها إيه ماشية حلاوة. feel exhausted but fulfilled حاسس بالإرهاق بس إيه راضي. a 12 hour shift وردية لمدة 12 ساعة. ups and downs النجاحات والإخفاقات. run smoothly بيعمل بشكل جيد. handle an emergency بيتعامل مع حالة طوارئ. look like يشبه أو يبدو مثل. press gently بيضغط بلطف. remain calm يبقى هادئا. spring into action ينطلق للعمل. spring لوحدها معناها الربيع اللي هو فصل الربيع يعني وبرضه معناها ينبوع ميه. start first aid بيبدأ بعمل إسعافات أولية. team work makes the dream work العمل الجماعي بيصنع النجاح. تمام. ده مثلا مشهور زي كده في مصر ايد لوحدها ما تسقفش. trade it for بيستبدل او بيقايض حاجه. within minutes في خلال دقائق.
بس لو عايز اقول مثلا في خلال 5 دقايق بقول in 5 minutes هكذا يعني. بعد كده عندي الverb plus preposition، يعني الفعل بيبقى معاه ايه؟ حرف الجر اللي بيجي معاه. buzz with اللي هو يعج، be او مليء be، cared for يرعى او يهتم be، complain of او about يشكو من، fall down بيسقط ارضا او بيقع عموما، يعني مش لازم تبقى ارضا بالظبط، هو fall down في السقوط هم. focus on بيركز على، kicks off يبدا او ينطلق، وقلنا برضو ممكن تسويها start. move on ينتقل لعمل اخر. move on ممكن تجي بكذا معنى، بيتخطى مثلا حد من علاقه، بيعزل من بيت للتاني، بيروح من الشغل للتاني هكذا. recover from بيتعافى من، reflects on بيتأمل أو بيمعن التفكير في حاجة، rely on بيعتمد على. طيب يا شباب، احنا دلوقتي هندخل بقى على الجرامر. هناخد أول حاجة وهو زمن المضارع التام، تمام، ال present perfect. طيب. أول حاجة زمن المضارع التام ده هناخد التكوين بتاعه، هيبقى عندنا active وباسيف. الاكتف اللي هو مبني للمعلوم، والباسيف اللي هو المبني للمجهول. قال لي في الاكتف الاول السنتنس الجمله بتتكون ازاي؟ قال لي بجيب السبجكت بلس هاف او هاز زائد التصريف الثالث. طيب عشان لو في ناس ما تعرفش، دي تصريف، ده اسمه البي بي، ده التصريف الثالث، تمام. قال لي have بتيجي مع البلورال اللي هو الجمع، بتيجي مع الجمع I you we they، واي اسم جمع بيجي معاهم ايه؟ have، وده اختصارها have، تمام. he وشي وات طبعا بيجي معاهم s، واي سنجولار اي مفرد بيجي معاه s. اداك هنا مثال اهو، I have watched a film، انا اتفرجت على ايه؟ فيلم. طيب هنا احنا ما حطيناش زمن، عشان لو حطينا زمن معين كده احنا هنقلب الجمله، يعني هنشيل هاف، هنضطر نشيل هاف وهتبقى الجمله ماضي بسيط، تمام. فهنا انا قلت I have watched a film، انا شفت ايه؟ فيلم. ادي have وادي watched، ده عشان هو watch verb منتظم، فعل منتظم، فحطيت لها ed في التصريف الثاني والثالث في الافعال المنتظمه، هم واحد، تمام. هنا عمر، طيب عمر مفرد فحطيت له has bought some CDs. طيب bought اللي هي اصلها buy، حلو كده. bought التصريف الثالث منها، وهي التصريف الثاني فيها. buy ده فعل غير منتظم، ماشي. في حالة بقى لو انا عايزها باسيف، قال لي ببدأ بالاوبجكت، تمام. ببدأ بالاوبجكت، سواء بقى الاوبجكت مفرد او جمع، هحط له have او has برضه، زائد هزود هنا بقى been، تمام، اللي هو التصريف الثالث لبي، بعدها التصريف الثالث. خلي بالك احنا في الباسيف على طول طيب بنجيب تصريف ثالث على طول. طيب قال لك a film has been watched by me، طيب حطها بين قوسين يعني مش اساسيه ان هي تتقال. a film has been watched، قال لي a film الاوبجكت، وبعده عشان فيلم مفرد فحطيت له has، وبعدها been، بعدها watched تصريف ثالث. برضو الجملة اللي تحتها some seeds have been bought by عمر، some seeds يعني جمع، حلو كده، فحطيت لها have وبعدها برضو been وبعدها التصريف ثالث. بعد كده بقى هنخش على الاستخدامات بتاعته. قال لي هو بيستخدم في ايه؟ اول استخدام عندنا قال لي انك بتعبر عن احداث او مواقف حصلت، تمام، يعني بدات تحصل زمان بس لسه ايه ما انتهتش، انك مثلا بدات تدرس في كليه كذا، حلو كده، لكن انت لسه فيها لحد دلوقتي الكليه لسه ما انتهتش، تمام. او بدات تعمل حاجه معينه ولحد دلوقتي ايه لسه ما انتهتش. طيب I have studied English since 2013، يعني منذ 2013. انت هنا ما قلتش نهايه،
انت لسه بتدرس. تمام. بعد كده قال لي بعبر عن مواقف واحداث في الماضي من غير ايه وقت حدوثها، يعني ما بحطش وقت اللي حصلت فيه. تمام، بس ممكن احط مده. تمام. she has worked in this school for years، لمده سنين. حلو كده، لسنين. بس ما قلتش في سنه معينه، ما قلتش last year، ولا قلت مثلا، ما قلتش انها اشتغلت في المستشفى دي في سنه معينه كده. I have never played squash، انا عمري ما لعبت سكواش. حلو كده برضو. never never للنفي. تمام، بتعبر عن النفي. طيب، قال لي التعبير عن حاجات انت انجزتها او حققها الفاعل. حلو كده لحد دلوقتي. my daughter has learned to speak English. طيب، بنتي اتعلمت تتكلم ايه انجليزي. ده معناه ان هي دلوقتي بتقدر تتكلم انجليزي. has عشان daughter مفرد، وlearn التصريف الثاني. تالت اسف. حلو كده. وعلى فكره، طيب قال لي بعد كده احداث منتظره او متوقعه، يعني حاجه انت مستنيها او متوقعها. مثلا the train hasn't arrived at the station yet، يعني ايه القطر لسه ما جاش المحطه. حلو كده. the train hasn't النفي has. حلو كده. وبرده have النفي هتبقى haven't. بعد كده بقى قال لي التعبير عن احداث او مواقف في الماضي بس ليها اثر ايه في الحاضر. طيب الجمله الاثر بتكون فين؟ في الحاضر. I have eaten a lot of food so I feel very full. انا اكلت كتير. حلو كده. فحاسس مثلا ان انا مليان. انا حاسس دلوقتي، لكن انا اكلت قبل ما احس. طيب بعد كده قال لي التعبير عن احداث او مواقف قبل التكرار، وممكن استخدمها كتعبيرات زمنيه مع this week, this month, this morning, today, tonight, in the last year. I have drunk 2 cups of coffee today. انا شربت كوبايتين قهوه النهارده. تمام. حلو كده. بعد كده قال لي التعبير عن المستقبل بعد الروابط الزمنيه. حلو كده. ممكن استخدم المضارع البسيط لنفس الغرض عادي. after my father has left طيب home I'll ask mom to give me more money. لما يعني بعد ما بابايا خرج. حلو كده. يعني مشى. سألت ماما ان هي طلبت من ماما انها تديني فلوس اكتر. قال لي لاحظ بقى ده اللي جاي. شباب، الفرق بين دول انا كنت عامل له ريلز على قناه اليوتيوب، ممكن تقدروا تشوفوه. تمام. الفرق سهل وبسيط. قال لي have او has been to، قال لي راح ورجع. تمام ماشي. انما have او has gone to راح ولسه ما رجعش، يعني هو راح حته وهو لسه هناك. وتقدروا ترجعوا للريلز اللي انا كنت عامله بشرح فيه الفرق بين الاثنين. في الجرامر بقى احنا من الافضل ان احنا نحل ايه على طول. يلا بينا. I bought some flour. طيب انا عايز اقول ان انا اشتريت ايه. بيجي معاها have ولا has ولا have been ولا has been؟ لا، في يبقى ده active. الجمله ايه؟ مبني للمعلوم. طيب يبقى تبقى have عادي. طيب يا شباب، نمبر 2 بقى sunflower. ماشي. not pot. طيب هنا ده كده object مبني للمجهول لان مفيش فاعل في البدايه. طيب يبقى انا يا هجيب have او has. طيب هنا هنبص بقى على الاوبجكت، هل هو اصلا معدود ولا مش معدود. اولا flower. طيب دي كلمه غير معدوده. الغير المعدود في الانجليش بيتعامل معامله المفرد. تمام. هتبقى has been، عشان احنا قلنا في الاوبجكت في الباسيف اسف بيجي ايه been بعد have او has، هتبقى has been. طيب she not feed the babies. هي. طيب في she هنا سهله جدا دي. يبقى ده مبني المعلوم. يبقى she كل اللي انا هعمله هشوف بقى she بتاخد have ولا has، بس هتبقى
has طبعا لان مفرد. the babies الموضوع سهل جدا، هتبقى ايه بقى؟ the babies اهو اللي هم الاوبجكت هنا جمع ولا مفرد؟ جمع طبعا. طيب طالما الحاجه بتتجمع اهي يبقى دي بينفع عدها، يبقى هتاخد بقى have ولا has؟ هتبقى have been، عشان برضو قلنا الاوبجكت بلس have او has بلس been بلس التصريف الثالث. he physics for the last 2 hours. طيب هو ذاكر فيزياء ماشي عشان لمدة ايه؟ لمدة الساعتين اللي فاتوا. طيب هتبقى ايه بقى؟ he طبعا ما ينفعش اقول was studied، ما ينفعش اقول was studying لان احنا هنا مش في ماضي مستمر، تمام؟ وده حتى مش تصريف ثالث للماضي. ما ينفعش اقول has been لان هنا في he برضو، تمام؟ ده active معلوم، هتبقى has studied has وبعدها تصريف ثالث. طيب يلا بينا. Number 6 the train hasn't arrived. ماشي، خلي بالك هنا في دوت يعني ده نهاية الجملة. we are still waiting، احنا لسه ايه؟ عايز اقول ان القطر لسه ما وصلش واحنا لسه ايه؟ مستنيين. طيب هتبقى lately ولا yet ولا already ولا ago؟ ولا هتبقى طبعا yet. ليه؟ القطر لسه ما وصلش، ويت بتيجي في نهاية الجملة المنفية. يت بتيجي في نهاية الجملة المنفية، طبعا الجملة عندي منفية اهي، وهنا النهاية، فهتبقى yet. mom ماشي not lunch I can smell her delicious food. طيب عايز اقول لماما جهزت الغداء لان انا ايه؟ شامم ريحة الاكل الحلوة بتاعتها. هتبقى mom اهو في فاعل طبعا، يبقى انا عايز كده have او has زائد تصريف ثالث. فين بقى هنا اللي فيه have او has زائد تصريف ثالث؟ اهو mom مفرد فhas هي اللي بتيجي. تصريف ثالث prepare، التصريف الثالث بتاعها prepared، هتبقى has prepared. I تمام 3 emails this morning I'll send 2 more. عايز اقول ان انا بعت ايه؟ ايميلين تمام الصبح وهبعت تاني. بعت اي اكتف معلوم، يبقى عايز بعدها برضو have او has زائد تصريف ثالث. فين هنا بقى اللي فيه have او has تصريف ثالث؟ have sent، تمام؟ لان قلنا في الاكتف تمام السبجكت اللي هو الفاعل زائد have او has زائد التصريف الثالث. she to the fruit sellers ماشي the apples she has bought are tasty. هي عايزين نقول راحت تشتري ايه؟ راحت تشتري فاكهه وهكذا، تشتري تفاح. طيب عايزين هي راحت لسه ما رجعتش، تمام؟ فالاجابه هتكون has been. ليه؟ لان قلنا has been هو لما بيبقى راحت ولسه ما رجعتش، وhas gone لو راحت ورجعت. طيب اخر سؤال معانا squash I don't even know its rules. طيب عايز اقول ان انا ما لعبتش سكواش قبل كده وما اعرفش حتى القوانين بتاعه اللعبه. طيب طبعا يبقى انا عايز حاجه منفيه، عايز اقول ايه؟ I طبعا لازم اجيب never او مثلا حاجه فيها نفي. ففين هنا بقى I have never played، انا عمري ما لعبت قبل كده سكواش. اسف شباب بس هنرجع هنا فوق في نمبر 9 has been هنا، تمام؟ هي لما بتكون راحت تمام ورجعت، تمام؟ ده اسف جدا. بعد كده
عندنا شويه ايه ملاحظات. عندي just يعني حاجه بتحصل already بالفعل، recently مؤخرا، lately تمام، مؤخرا برضو، yet حتى الان. طيب وممكن برضو اوقات بيجي معانا حاجات زي for since تمام. ماشي اهو، هقول لك مثلا I have done the shopping already، انا يعني عملت ايه التسوق بتاعي بالفعل تمام. طيب the manager has just left the office، يعني المدير لسه حالا طالع. طيب هنا بقى في قاعده قال لي بعد for بيجي بعدها مده حدوث الحاجه تمام، يبقى for بيجي بعدها مده. طيب هقول لك for a moment تمام، للحظه مثلا، for 6 months ل6 شهور، for a year لمده سنه وهكذا. طيب انما since بيجي بعدها مده، يعني بيجي بعدها الوقت اللي ايه اللي بدات فيه الحاجه او اللي حصل فيه الحاجه دي تمام. ماشي، او الوقت اللي ايه من ساعتها بدات الحاجه دي. طيب ماشي since yesterday من امبارح تمام، منذ امس يعني، وهكذا. since last Monday من يوم الاثنين اللي فات، وهكذا. اه I have lived in this flat since 2015. طيب انا بعيش في الاوضه دي في الشقه دي من 2015، وفلات يعني شقه وبتساويها ابارتمنت تمام، بس دي بريطاني وابارتمنت امريكي. قال لي في حاله وجود جمله بعد since بيكون زمانها ماضي بسيط واحيانا مضارع تام. I have eaten anything since I left home this morning. ماشي، انا ما اكلتش اي حاجه منذ ان غادرت، يعني انا ما اكلتش اي حاجه من وقت ايه ما سبت البيت الصبح، من وقت ايه ما طلعت من البيت الصبح. في حاله بقى since لو جاي بعدها verb بيبقى ايه بقى، بحط له ing. حلو كده، زي مثلا هنا she has been very busy since having her second baby. have حطيت لها بايه ing عشان هي جايه بعد since. قال لك افتكر ان since بتستخدم احيانا بمعنى because، يعني بتستخدم احيانا بمعنى لان او بسبب. he is tired since he has been working all day. هو تعبان بسبب انه هو اشتغل ايه طول اليوم. برضه لاحظ في ايه، في لما باجي استخدم الصيغه اللي جايه للسؤال عن الوقت تمام since when. طيب وبعدها have او has، حلو كده، على حسب طبعا الفاعل، بعدهم التصريف الايه التالت. since when have you lived in أسوان؟ عمر. حلو كده، انا بسأل واحد اسمه عمر اللي هو انت من امتى عايش في أسوان تمام، هيرد عليا برضو وهكذا، هيقول لي مثلا منذ كذا since كذا تمام، او لمدة كذا. قال لي برضو ممكن استخدم الصيغة اللي جاية عشان اسأل عن المدة اللي حدث فيها الحدث، for how long تمام، يعني لمدة قد ايه، بلس برضو have او has زائد السبجكت زائد التصريف الايه التالت. وبرضو ممكن استخدم how long plus have او has زائد السبجكت زائد التصريف التالت، بس هجيب for في الاخر. حلو كده، تعال نشوف المثالين. for how long have you lived in أسوان؟ يعني انت عايش في أسوان لمدة قد ايه او من امتى. how long have you lived in أسوان for؟ حلو كده، يعني انت بتسأل واحد هو اصلا عايش فين في أسوان. طيب ولاحظ برضو قال لي how long ago plus did plus subject تمام بلس الفيرب ايه بقى infinitive. طبعا الفيرب هنا هيبقى infinitive عشان فيه did تمام، وقلنا في حلقه verb to do ان did اي حاجه من verb to do، اي verb بيجي معاهم في نفس الجمله بيبقى infinitive، بيبقى ايه زي ما هو. طيب يا شباب بعد كده بقى ايه، دي بعض الفروقات بين الماضي البسيط والمضارع التام present perfect versus الباست simple. قال لي مثلا الاهتمام بنتيجة الحدث في المضارع التام، انما في الماضي البسيط الاهتمام بالحدث نفسه، مش حدث خلاص خلص وملهوش ايه علاقة بالوقت الحاضر. يعني في المضارع التام مثلا قال لك they have lost their money
هم بقوا ايه؟ هم خسروا فلوسهم، يبقى بقوا دلوقتي مفلسين. ماشي. انما في الماضي البسيط اسف، قال لك they lost their money. خلاص هم خسروا فلوسهم، ملهوش علاقه بقى بالنتيجه. ماشي. قال لي حدث من فتره قصيره للغايه، يعني حاجه قريبه مثلا مني، حاجه ايه انا كان ممكن احضرها. ماشي. he has just arrived. حلو كده، هو لسه ايه واصل. انما مثلا في الماضي البسيط قال لك مثلا هو حدث تم من فتره معينه في الماضي. he arrived 2 hours ago. ماشي، هو وصل من ساعتين. طيب قال لي برضه في المضارع التام حدث قد يتغير، يعني ممكن يتغير. تمام. I haven't met محمد صلاح. انا ما شفتش ايه محمد صلاح. محمد صلاح لسه عايش، فمعناه ان انت في فرصه ايه تقابله. قال لي حدث مستحيل يتغير لان هو خلاص حاجه حصلت وخلصت. I didn't meet president سادات. انا ما شفتش الرئيس السادات، ما هو مستحيل تشوفه لانه مات. وهكذا يا شباب. قال لي برضو حدث تم في فتره لم تنتهي بعد. طيب يعني فتره ايه لسه شغاله. يعني مثلا it hasn't trained this morning. الدنيا ماشي ما شتتش النهارده الصبح. طيب الصبح لسه شغال، فمعناها ان هي ممكن تمطر. انما في الماضي البسيط it didn't rain this morning. ما مطرتش، انتهى يعني الصبح انتهى خلاص وبقينا بالليل والدنيا ما مطرتش. بعد كده قال لي حدث او عاده مستمره. he has always been fit. هو على طول على حاله ايه يعني شكله فتنس كده ورياضي ولائق بدنيا يعني. فاهم. انما مثلا في الماضي البسيط لا، حدث او عاده غير مستمره خلاص خلصت. فاهم. he was always fit. هو كان ايه fit. وهنا هيبقى في قاعده ثانيه اسمها used to هنستخدمها بعدين يعني. طيب قال لي برضو حدث وقع في زمان غير محدد في الماضي، يعني حاجه حصلت زمان ملهاش ايه وقت محدد. he has traveled to America. بس ما قلتش امتى. هو راح امريكا، سافر امريكا، بس انا ما قلتش امتى. انما في الماضي البسيط لازم اقول امتى. he traveled to America yesterday. هو سافر امريكا امبارح. طيب يا شباب هنحل برضو ايه بعض الاسئله عشان القاعده تثبت اكتر. he has طيب arrived home. let him relax for a few minutes before you took him. طيب انت هنا يعني بقول لك عايز اقول لك هو لسه واصل حالا. تمام. يعني لسه واصل حالا تون في ايه، فسيبه يرتاح شويه قبل ما تتكلم معاه. طيب تون او حالا هي ايه بقى. he has just arrived home. تمام. number 2 I have met some old friends. طيب عايز اقول ان انا يعني مؤخرا قابلت ايه بعض الاصدقاء. تمام. بعض الاصدقاء القدامى يعني، او قابلت اصحابي بتوع زمان. طيب هنا يت ما تنفعش ليه؟ اولا الجمله مش منفيه، هي في الاخر بس الجمله مش منفيه، فما ينفعش اجيب يت. طيب ليتلي معناها مؤخرا تنفع. ريسنتلي برضو معناها مؤخرا تنفع. يبقى الاجابه هتبقى بي ان سي. طيب I haven't heard from her. ماشي. نقط ages. I hope she is better. يعني ages هنا هي معناها عصور، بس هنا اللي اقصده ان انا ما سمعتش من زمان جدا عنها. تمام. ما سمعتش منها من زمان جدا، فهتبقى هنا دي مده، فالمده بتيجي بعد for. طيب I haven't heard from her برضو last April. طيب يبقى في وقت اهو محدد ما سمعتش منها منه، ما كلمتنيش يعني هي ايه منه. تمام. من وقتها. I hope she is better. يعني بأمل إنها تبقى بخير. طيب وقلنا هتبقى إيه بقى؟ هتبقى since. ليه؟ لأن في وقت منذ إبريل الماضي. Number 5 I have watched football matches as long as I can remember. تمام. طيب عايز أقول إن أنا اتفرجت على إيه؟ فيديوهات كورة من إمتى؟ طيب ماشي للمدة. ماشي مدة اللي هي أكتر مدة فضلت فاكر إيه فيها. طيب اللي بيجي بعده مدة as long as مدة هتبقى for. I have watched football match
my childhood. سهلة برضو. ماشي، أنا هنا جبت وقت معين، يعني منذ كذا، منذ طفولتي، هتبقى since. We haven't met since we to our new villa. احنا ما تقابلناش. طيب من ساعة، هنا since اللي هيجي بعدها جملة ماضي بسيط. طيب يبقى احنا اتنقلنا اللي كده we moved، اللي هي التصريف الثاني لموف. طيب when have you waited for her. طيب عايز اقول من امتى انت مستنيها، تمام، او من امتى انت منتظر ليها. طيب هتبقى since، منذ متى. how long have you waited for her. how long have you waited for her. برضو عايز اقول برضو لمدة قد ايه انت هتفضل مستنيها. طيب لمدة هتبقى for. how long did you start waiting for her. عايز اقول how long ايه بقى did you. طيب قلنا اللي بيجي في الجملة اللي فيها did، في السؤال اللي فيه did بتبقى ago. طيب يا شباب، هنقف لحد كده في الحلقة دي إن شاء الله عشان ما أطولش عليكم، ويا رب ما أكونش ممل عليكم. وهنكمل إن شاء الله في حلقة جاية إن شاء الله.